بيكم في الجزء الثاني مع الكربوهيدرات. قلنا ان احنا عايزين نحكم في الكربوهيدرات عشان مبقاش فيها اسراف، فاحنا محتاجين نعرف الكميه والنوعيه والتوقيت. تعالوا الاول نتعرف كده ايه هي انواع الكربوهيدرات. طبعا في الفيديو الاولاني اتعرفنا على الالياف وازاي نفرق بينهم. تعالوا نتعرف على السكريات الثنائيه اللي عندنا اول حاجه المالتوز بيكون جزئين جلوكوز، عندنا السكروز ده بيكون فركتوز وجلوكوز، وعندنا اللاكتوز اللي هو بيكون موجود في اللبن ده بيكون جلاكتوز وجلوكوز. بعض الناس ما بيكونش عندها الانزيم اللي بيكسر اللاكتوز، فبالتالي بيبدا ان هو يعمل لها مشاكل في المعده ويتخمر. طبعا الموضوع ده بيكتشف من عند الاطفال لان هم بياخدوا اللبن، اللاكتوز ده بيكون سكر اللبن، فبيبدا ان هو يعمل لهم مشاكل. لكن خلي بالك ان هو مش لازم يبقى مفقود بنسبه 100%. يعني ممكن شخص مثلا ما يستحملش اللبن اللي فيه لاكتوز لكن ياخد الجبنه، يعني بيكون موجود اللاكتوز ده بتركيز اقل. طب يبقى دي السكريات الثنائيه. ايه بقى الكارب المعقد؟ بالنسبه للكارب المعقد بيكون عندي حاجتين، النشا والجلايكوجين. الجلايكوجين ده بيكون موجود في عند الحيوانات ان هم اوريدي بيخزنوا الجلوكوز الزياده في صوره يقدروا ان هم يستفيدوا بيها وقت الحاجه، زي الجلايكوجين اللي متخزن في العضلات. وعايزه اقول لك ان الواحد من الجلايكوجين بيشيل قصاده 3 من الميه، وبالتالي عندنا لو واحد مثلا وزنه حوالي 70 كيلو جرام هيكون متخزن عنده حوالي نص كيلو جلايكوجين قصاده كيلو ونص ميه، يعني 2 كيلو. فموضوع الجلايكوجين اللي متخزن في العضلات ده ممكن يفرق معاك في الميزان 2 كيلو. ده بالمناسبه بس عشان نمسي على الميزان اللي احنا بنقول ان هو مش صادق. طيب نرجع تاني للكربوهيدرات المعقده. عندنا النشا اللي بيكون موجوده في النبات. طيب انا لما باكل ببدا ان انا طبعا في الاول بيبدا يعني يحصل هضم جزئي عندي في الفم، بعد كده المعده ما بتعملش حاجه، الامعاء بتبدا ان هي تكسر النشا لسكريات ثنائيه وسكريات احاديه، وبيبقى فيه انزيمز تكسر السكريات الثنائيه للسكريات الاحاديه اللي احنا قلنا عندنا الجلوكوز والجلاكتوز والفركتوز، والكبد بيحولهم كلهم للجلوكوز، ويبدا ان هو يكون عندنا جلوكوز الدم اللي جزء منه بنستخدمه في الطاقه والباقي بيتحول لجلايكوجين والباقي بيتحول لدهون. يبقى بالتالي الجلوكوز الزياده بكميات زياده هو اللي ممكن يتحول لدهون ويبدا بقى يعمل لنا يترسب بقى ويعمل لنا مقاومه انسولين. وطبعا هيكون لينا حوار في موضوع مقاومه الانسولين ده اللي هو فعلا عامل قلق لناس كتير. عشان كده انا بتكلم في الكميه، زي موضوع التقسيط المريح. انا النهارده اقدرش ادفع مثلا ثمن كبير، لكن لو انت قسطت لي انا هقدر اقسطه. فنفس الكلام، انت هتديني كميه كبيره هجيب كميه انسولين كبيره، وبالتالي يعني مجرد الانسولين الكتير ده كمان ممكن يسبب لي بقى ان هو يبدا يعمل زحمه كده والخلايا تبدا تقفل جزء من بواباتها، يجي الانسولين يخش بقى بالجلوكوز الخليه، طبعا بيبقوا كتير وبتزحموا على بوابات اقل، فالموضوع يبقى اصعب. يعني انا النهارده موضوع الجلوكوز وكميه الجلوكوز مهمه جدا، فانا بيهمني حاجه اسمها جلايسيميك لود وشتان ما بين الجلايسيميك لود والجلايسيميك اندكس. الجلايسيميك اندكس يعني سرعه امتصاصه، بس هو ممكن يمتص بسرعه ويكون كميته قليله. يعني انا عندي الجزر بيمتص 92% تقريبا، ده الجلايسيميك اندكس بتاعه، لكن هو كميه السكريات اللي فيه قد ايه؟ لا مش كميه كبيره. لو قارنته بالزبيب، الزبيب ممكن يكون حاجه و60%، لكن فيه سكريات عاليه. وزي ما بنقول برضو انا بشوف في الاخر الجلايسيميك لود بتاعي قد ايه. يعني ممكن يكون 3 تمرات، ال3 تمرات دول الجلايسيميك لود بتاعهم اقل من مثلا مش هقول بقى ربع ولا نص رغيف، لان طبعا رغيف العيش بقى يعني بقى ليه احجام كتيره محدش يقدر يحكم عليها. فبالتالي انا في الكميه بحدد الجلايسيميك لود، انا الدم وفرت له قد ايه. لما بديله اصلا كميه كبيره مره واحده، يعني باجي اكسر صيامي بكميه كبيره، يبدا يستدعي الانسولين بكميه كبيره وخلاص، وما بوفرلوش بقى الجلوكوز اللي يتناسب مع كميه الانسولين ده. ممكن يحصل لي بقى ايه، نهم للسكريات، واحس ان انا لا انا هبطانه ومحتاجه جلوكوز، يعني العكس اخد سكريات تهبطني. فموضوع الكميه ده موضوع مهم جدا. طبعا النوعيه لما باخد كومبلكس كارب بياخد وقت اكتر من السمبل كارب. موضوع التوقيت، طبعا انا بفضل الصبح او الوقت اللي بعمل فيه نشاط اكتر. زي ما بيقولوا انت عادي ممكن ان انت تاكل بالليل، بس خليه بروتين، ويا سلام بقى لو بروتين ممتد المفعول، يعني حاجه مثلا زي اللي موجوده في الزبادي، بحيث ان هي تنفعك فتره قبل النوم، فتره الصيام، الكلام ده كله. لكن خلي الكربوهيدرات في الوقت اللي انت فعلا بتعمل فيه نشاط. لو انت معظم نشاطك الصبح خده الصبح. يبقى احنا كده اتكلمنا 3 حاجات، الكميه، النوعيه، التوقيت. واعتقد ان احنا بالفيديو السريع ده هتقدر ان انت تحسن الاختيار وتاكل وتشرب بدون اسراف.